لا لا، طلعت أنا غلطان. ما في شيء من اللي حكيته أنا وأنت. ماشي جهاد، خلص. يلا بشوفك بكرة. سلام سلام. مين ها؟ ما في شيء مهم. خلينا بمشكلتك هلا. هلا فعلا مشكلتك بالمكان اللي بدك تقعدي فيه حتى تلاقي حل؟ طب يعني لساتك خايفة مني ها؟ بعد اللي عملته اليوم مستحيل خاف منه. ليش بدك تنزل اوتيل؟ صلاح، أنا غلطت كتير بحياتي، وكل عمري بحل الغلط بغلط أكبر منه. بمراهقتي جننتهم لأهلي، يعني ماما ووسام كانوا لاحقيني على الدعسة عم يحسبوا علي النفس. اختنقت ما عاد فيني، لما طلبني سامر وافقت. قلت لحالي شاب ظريف متحرر وضعه منيح، مع اني ما كنت حاببته كتير بس بوقتها ما كان هاممني هذا الموضوع. كل همي كان اني اخلص من سيطرة وسام ولسانه لامي اللي ما عم بيوقف دعاوي علي ليل ونهار. وتجوزته، طلع على احوم مني، ورجعنا لنفس القصة. بدال ما اطلقه وعيش حياتي رحت حبيت عليه، وانا تعبت من هي الحالة. خلص عن جد تعبت وقرفت. مشتهية شي مرة بس بحياتي اني حل مشكلة انا فيها من دون ما احط حالي بمشكلة اعقد. وهلا قعدتك عندي بالبيت هي المشكلة؟ طبعا مشكلة. مرة هربانة من بيت جوزها وقاعدة عند شبع الزابي لحاله، شو بتسميها هي؟ طيب إذا وعدتك إني ما أقرب على البيت ولا هو بناحيته من أصله؟ بتمون على حالك؟ أنا بمون. بس والله أنا ما بمون على حالي إني ما دق لك وقول لك تجي. شفتي؟ معناتها المشكلة مو قعدتك عندي بالبيت، يعني حتى لو قعدتي بأوتيل أو استأجرتي شقة مفروشة نفس الشيء. عدا عن إنه اسمك هلا بيكون معمم على كل الأوتيلات والفنادق. ليش؟ ليش؟ أنت هربتي من بيت زوجك، يعني هلا بيكون طالبك لبيت الطاعة، بيكون طالع فيكي تعميم وجاري البحث عنك. يعني أنا مطلوبة؟ طبعا، مو بعيد يكونوا حاطين مكافأة كبيرة لمن يعثر عليكي. شو قصدك؟ ولا شيء. انت قومي معي هلا على البيت وبعدين بحكي لك. ها؟ ليش بتسابق معي؟ قومي خلينا نمشي قبل ما تجي لها شي دورية شرطة تطلب هويات يفكروني خاطفك، هلا تفضحينا. بتعرف صلاح؟ ايه بعرف. شو؟ أنا زلمة ما في مني. لا مو هيك كنتي إلا. شو لك ها؟ كنت بدي اقول لك انه ليش ما التقيت فيك قبل هلا؟ لأنه أمي داعيت لي. تضرب مغلظك.